بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم المعدل القانون 164 سنة 2025 بأكد إن هو ساري، ومفيش أي محكمة سواء اسكندرية أو أي محكمة على مستوى الجمهورية أصدرت أي حكم بوقف هذا القانون أو تعديل أي مادة منه. يا جماعة أنا بقول لكم زي ما بيقولوا أحكام، بس مش أحكام، هو قرار ويعتبر تأجيل. كان 15/8 وقفت الدعاوي. أنا أقمت دعوة ودفعت بعدم الدستورية، فالقاضي محكمة القضاء الإداري ادى وقف للقضية بتاعتي، ما اداليش وقف بقى للمادة للقيمة الإيجارية وإن هي مش هتعرف 250 والكلام، لا، ادى وقف للقضية لحين واداني تصريح بإقامة دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهيستنى الوقف التعليقي إلى أن يصدر بعد 10 سنين 15 سنة بقى، أنت ربنا يحلها عليك وعلينا، إلى أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا. طيب، موضوع أصاب موضوع المحكمة الدستورية موضوع كبير، موضوع مش صغير عشان يتأول كذا تأويل، واحنا هنا بنوضح القانون ساري ومفيش أي مادة خلاص، إنما أصاب التوهان والخبلان والكذب والنصب لمين؟ لممثلي المستأجرين، محامين السبوبة وبعض المستأجرين. أنا بصنف يا جماعة مستأجرين الإيجار القديم بين 3 فئات: فئة بتراعي ربنا، وقبل ما القانون يظهر دولت قال لك لا، انا مفيش حاجه ب 3 جنيه ولا 5 جنيه ولا 100 جنيه، الدنيا بتغلي الدنيا بتغلى وكده هوت، والاسعار والكلام، وراعوا ربنا من نفسهم وتفاهموا مع الملاك، وسمعوا راي رجال الدين قبل ما نتكلم نقول قانون ومشروع ولا القانون يتشرع ولا الكلام ده، وحلوا. وناس مستأجرين بيتمنوا القانون يتنفذ، ان هم ما عندهمش بدائل، الناس دخلوا على المنصه ودول اولى بالرعايه. نيجي بقى اللي في النص، اللي مأجر من الباطن واللي واخد لي على النيل وعنده قدرة مالية، وانا قلت اللي عنده فلوس يعتبر ان هو عنده بديل. اللي عنده مقدرة مالية يبقى عنده بديل، يبقى يسيب الشقة فورا، ما يقعدش على النيل وهو عنده فيلل وكده هوت، ما يقعدش هو ب 3 4 جنيه وهو عنده شقق وكده هو. وخلي بالكم اللي عنده مقدرة مالية ده مشغل مصنع، مشغل شركة، مشغل كذا كذا، وبيكتب باسم ولاده، باسم اخوه، باسم والدته، باسمه، عشان هو ما يقعش تحت يعني كده، بيتهربوا ويضحكوا على الدنيا، عايزين يضحكوا بس الدولة هتجيبهم. فيا ريت نشوف الكلام دوت، يعني الموضوع بتاع اللي مقتدر يتطبق عليه الاخلال الفوري اذا كان مستاجر ايجار قديم، طيب، سواء كان محل او شقة سكنية. طيب، ممثلي المستأجرين بعد القانون ده، انا قريت الحته دي والله وعجبتني، قلت اعرضها على الساده واقول لكم ان التوهان صحيح، والنصب كتر، والضحك على الناس كتر، والجعر بيتكلم كلام مش معقول، وصاصه وماصه وباصه. عايز اقول لكم على حاجه: الثعبان الاقرع جات له الصوره والله على الفيس كده وهو رايح وهو بيعمل عمره. انا لو منه وقريت اللي اتقال عليا وانا بعمل في بيت ربنا وبعمل عمره، استقيل من المنصب اذا كان هذا المنصب اللي انا شغال فيه هو اللي بيسبب لي الكلام دوت. مفيش حد دعاله وهو في بيت ربنا، واللي يقول لك لا يموت، لا 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 يموت هناك ايه، يبقى ده ولي اولياء زي يجي يموت هنا، ده مش يمكن روحه تطلع وهو جاي من الطياره وتبهدل بهدله. ده عشان لو هو بيصادق الشعب وبيتكلم بصراحه وبيعرض القضيه بما يعني زي ما قال ربنا وزي ما قال الكتاب، وما فيهاش. انما انت عشان تغش الناس وانت مستاجر وانت عندك ملايين وعندك فيلل في 6 اكتوبر وكده هو، وشفنا الفيلم برضو اللي جاب املاكه والكلام دوت، وانت اكيد كل العصور وبتقعد على كل المواد والكلام. المهم هو اصاب بالهوس والهبل والكلام دوت والتوهان. ممثلي المستاجرين مش عارفين يعملوا ايه، بيمهدوا من دلوقتي. طيب، من دلوقتي عشان خدوا فلوس من الناس وخدوا ملايين وضحكوا على الناس. طب الفلوس دي احنا خدناها هنعمل ايه؟ لو المحكمة الدستورية رفضت الدعوة
القانون حكمت بدستورية هذا القانون 164 ورفضت الدعاوي. هنعمل ايه؟ هنروح المحكمة القضاء الإداري برضو، هترجع بقى القضية لمحكمة القضاء، عشان المحكمة القضاء الإداري مديها وقف تعليقي، خلاص القضية خلصت، هنروح المحكمة. والمحكمة القضاء الإداري رفضت الدعوة بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا. بيقولوا هنعمل ايه؟ بيقول لك ممثلين المستأجرين مش عارفين يعملوا ايه، بيمهدوا من دلوقتي. لو الدستورية رفضت الطعون هنكمل في القضاء الإداري، ولو تم الرفض في القضاء الإداري هنعمل مشروع قانون. وهم تايهين، أنا قريت الكلام ده والله، زميل كاتبه بس كلام حلو. تايهين مش عارفين ينصبوا على المستأجرين ازاي. يعني كل شوية يعملوا فكرة، وقف تنفيذ قرار مش عارف ايه، ترفع قضية في كذا، وبياخدوا من الناس فلوس وبيضحكوا على الناس وبتطلع فنكوش، تطلع أي كلام. مش عارفين ينصبوا على المستأجرين ازاي. يعني كل شوية يعملوا فكرة علشان يعرفوا يطلعوا الجنيه من جيب المستأجر. انتم هتقبلوا؟ يعني مش عارف الناس دي هتقبل الفلوس دي ازاي؟ وهتقابلوا ربنا ازاي؟ وربنا هيحاسبكم يا جعر انت وامثالك، بتضحك على الناس ومنعت الناس تدفع القيمه الايجاريه، وحرضت الناس على القانون وما خليتش الناس دخلوا على المنصه وبتضحكوا عليهم. وبعد كده ما خدت منهم فلوس ويقعدوا 10 15 سنه لغايه لما الحكم يطلع. انت ضحكت عليهم ونصبت عليهم، انت اضريت المستاجرين. فحاله من التوهان والغثيان تصيب المستاجرين، تصيب المستأجرين بالتوهان. يعني برضو بقولها تاني، محكمة الاسكندرية القضاء الإداري، محكمة الاسكندرية لن يصدر أي قرار خاص بها أو حكم خاص بالقانون 164 لسنة 2025، وأن الوقف هو وقف الدعاوي المقامة من الطاعنين، وليس وقف القانون أو وقف أي مادة من القانون، وأن القانون بكل مواده بكل حلوه بكل شكله متطبق، ومفيش أي حاجة أصابت هذا القانون. اللي اتصاب واتصاب بالتوهان والهوسان والكلام ده، اللي هم ممثلي المستأجري الإيجار القديم ومستأجري الإيجار القديم، اللي هم بيدافعوا على الباطل، اللي مأجرين من الباطن ومأجرين عندهم شقة مأجرينها ب 10 جنيه، هم عندهم شقق مأجرين ب 50,000 جنيه 30,000 جنيه، واستحلوا أكل عيش الناس. فبقول يعني كفاية، المحامين نصبوا كتير جدا جدا، يجب أن تتدخل نقابة المحامين والدولة. يبقى محكمة الاسكندرية تصيب مستأجري الإيجار القديم وممثلي المستأجرين بالتوهان والغيسان، أو التوهان كويس، أو خليهم متعهين كده. ليه؟ عشان بياكلوا حرام. شكرا.